السلام عليكم. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقر بزيادة في 3 منح: المنحة نتاع الحج، وكذلك منحة الطلبة لابورس سواء للطلبة اللي في الداخل أو في الخارج. والحاجة الثالثة وهي زيادة في منحة السفر أو المنحة السياحية اللي كلنا نعرفوها أنها تسوى 95 أورو. يعني أنت كي تبغي تروح سياحه ولا رايح للداوي ولا حاجه، المهم خارج من البلاد، راح تسافر رايح لتونس ولا رايح لسا ديبون وين رايح، تهز الباسبور تاعك وتروح للابون كيما هكذا وتقول لهم فوالا بني خارج، اعطوني من المنحه تاع السياحه. هذيك المنحه تاع السياحه هذيك شحال يعطي لك؟ يعطي لك 95 اورو. 95 اورو يحسبها لك على السومه تاع لابونك هكذا. رئيس الجمهوريه قرر انه يرفع هذه المنحه، لان المنحه هذه بحقيقه ما تكفيش، يعني باش تريزيرفي في الاوتيل ما تكفيكش. ليسونسيال في الصحافه كي نشرت الخبر وقالت لك بانه رئيس الجمهوريه اقر بزياده منحه السفر، زياده معتبره جدا. ركزوا على الكلمه هذه، معتبره جدا، لكن ما عطاوش القيمه تاعها، يعني ما صرحوش القيمه تاع منحه السفر الجديده. كان عندها احتمالين. الاحتمال الاول انه هذه المنحه تاع منحه السفر هذه قادر يكون زادها غي 100% 100% او 120% باغ اكزومبل، وصلت ل 200 اورو، راح يقرها ب 200 اورو. لهنايا الصحافه راح تقول لك معتبره جدا، لانها وصلت فوق القيمه تاعها ب 120%. هذه القراءه الاولى. القراءه الثانيه انه يكون المنحه هذه صح راح تكون معتبره جدا وتكون تلحق حتى ل 500 اورو او بيان 1000 اورو، وهذه اللي نقدروا نقولوا بانها منحه معتبره جدا، او رفع قيمه المنحه بقيمه معتبره جدا 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 جدا. اذا لحقت ال 1000 اورو، اذا كان تروح لابونك يعطيك ب 17 مليون، اذا يعطيك 1000 اورو، 1000 اورو تقدر تروح كي تروح سياحه، تقدر تمشي بها حالك، فهمني؟ ما تلجاش الى السوق السوداء ولا السكوار، يعني حتى بحاجه قليله. اما اذا كانت 200 اورو او اقل شويه ولا اكثر شويه، هذه ما تسماش منحه سفر، وانما تسمى خير من ما كانش، والسلم نطلعوه درجه درجه. معليش نباركوا هذا الشيء، وان شاء الله تكون هذه المنحه هذه تلبي الطموحات تاع هذا الشعب. هذا ما كان. تهلاو في رواحكم. السلام عليكم.